صباح الجمال وصباح المناظر الجميلة. الفيديو ده النهاردة يا جماعة أنا عاملاه عشان شخصية كده من الشخصيات، هي واحدة فاكرة نفسها مظلومة، بس أنا عايزة أعرفها هي إيه بالظبط. في واحدة كده بتكلم راجل، هو يعني مفهمها مثلا ان هو مش متجوز، او مفهمها ان هو يا حرام طلق مراته بعد عناء، وبعد ما المفترية القادرة مراته بهدلت فيه وورته الويل، او يا عيني انه ارمل وما بيشوفش مراته دي غير وهو بيروح يزور قبرها. لحد كده انتي مظلومة عشان ما تعرفيش الحقيقة، وعشان بتكلميه ونيتك صافية. لكن لو انت عارفة انه متجوز وعنده بيت او خاطب حتى، ومع ذلك بتكلميه ومصممة ان يبقى فيه ارتباط بينكم باي شكل ما، فانت اسمك خطافة رجالة. لو انت ما تعرفيش الكلام ده ادينا انا قلتهولك اهو، انت اسمك خطافة رجالة، ما اسمكيش مظلومة خالص. وبالمناسبة بقى، الصداقة برضو مع راجل متجوز، لا اتقي ربنا. مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها انك انت تبقي عارفه انه متجوز وان مراته اللي قاعده في البيت دي ممكن تبقى غير راضيه على كلامك معاه او مكالمتك معاه على التليفون او رسالتك اللي على الواتساب، ومع ذلك انت مستمره تكلميه ومتجاهله الست دي ومصممه ان انت ده. وصلت يا مؤمنين ان في رجاله بتقول للبنات لو سمحتي انا مش هقدر ارتبط بيكي، انا مش هقدر ان انا ازعل مراتي او ازعل ولادي، ومع ذلك هي مصممه وتقول له لا انا بتاع ده ما عنديش مشكله وانا هضحي وانا ان شاء الله يبقى لي يوم في الاسبوع. مفيش حاجه اسمها كده. سيبوا البيوت تعمر بقى وبطلوا الكلام الفاضي ده، وتبقي ماشيه على حل شعرك وتلات ارباع جسمك باين وتقولي شرع ربنا. شرع ربنا ايه؟ وانتي تعرفي ايه عن شرع ربنا؟ يعني معلش، يعني طبقي شرع ربنا ده على نفسك الاول، واحفظي نفسك وصوني نفسك، وبطلي ان انتي بتاع ده. مفيش حاجه اسمها ان انتي تكلمي راجل متجوز تحت اي بند من البنود. وحتى اللي غير متجوز انتي بتكلميه بهدف انه خلاص جاي يتقدم لك، غير كده لا. صداقة ايه اللي بتعملوها مع رجالة متجوزين وانتوا عارفين ان انتوا هتخربوا بيوتهم؟ مفيش الكلام ده. مادام مراته ممكن تزعل او تتضايق من كلام حضرتك معاه، يبقى تفضيها سيرة. ولما هو يجي يقولك انا بيتي وحريص عليه، يبقى تبعدي وتخلي عندك شوية ذوق وكرامة. وحتى لو ما قالكيش ابعدي، مجرد انك تعرفي ان راجل متجوز. الرجاله يا جماعه اللي لسه سنجل ما خلصوش والله. روحي دوري لك على راجل يكون لسه ما اتجوزش وما ارتبطش، ما بلاش تألفه يعني. فانت في كل الاحوال بس يعني ايه، نرجع لموضوعنا الاساسي، انت ما اسمكيش مظلومه، انت اسمك خطافه رجاله. واحده دايره تشوفي الراجل ده تبع مين وناويه تخطفيه وخلاص. عندك متعه الصيد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهدي. بس اديكي عرفتي اسمك ايه.